مرحبا معكم الآن سلمان معلق عن الرياضيات. رح ناخد الدرس الرابع من كتاب الجبر الوحدة السادسة الرباعيات. طلاب، هذا آخر درس لنا من كتاب الجبر. درس كتير سهل ما صعب، نحن علينا نركز على كذا فكرة وفي أفكار نحن آخدينها بالصفوف السابقة وبس نفهمها ونعرف نحلها، هيك رح نصير نعرف شو هي الرباعيات وكيف رح نوجدها. بداية عندي الوسيط، تمام؟ طيب نحن لحساب رباعيات أو وسيط أو متوسط نحن بده يكون في عندي عينة، تمام؟ هيدي العينة أهم شغلة إني أنا لازم رتبها بترتيب تصاعدي لحتى يكون حلي صح، تمام؟ فبداية إذا لأي عين رح نرتب تصاعديا. الشغلة الثانية كمان لحتى يكون حلي صح لازم أعرف هي العينة هي عددها فردي أم زوجي، لأنه إذا كان فردي رح يكون إلى طريقة للحل وإذا كان زوجي رح يكون إلى طريقة للحل، تمام؟ حتى في شغلة كتير بتيجي أحيانا نكشات بالامتحان يلي هي عدد عناصر العينة فرديا. ننتبه هاي المعلومة، في كتير طلاب ما بتعرفها أو بتنساها. هي 2n+1، 2n+1، وعناصر العينة زوجيا هي 2n. هي بتيجي اختر إجابة أو بتيجي صح وخطأ، تمام؟ فكمان نركز عليها. هلا رح نحل نحن أمثلة، مثال عن الفردي رح نعرف كيف رح نحل، ومثال عن عدد زوجي رح نعرف كيف نحل لحساب الوسيط، تمام؟ بداية إذن عندي العينة أنا اللي عاطيني إياه هون اللي هي 7 17 5 13 12 59 5 16 4. فبداية شو لازم نعمل؟ لازم نرتبها بشكل تصاعدي اللي هي حاطين لي إياها 4 5. حتى لو متكرر 5 مو تقولوا خلاص انكتبت مرة، بدي اكتب كل الأعداد إذا متكررين ولا لا، تمام؟ تعالوا نعدهم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 عدد فردي ولا زوجي؟ عدد فردي، معناتها أي رقم باخذ 2n+1 ولا 2n؟ 2n+1، تمام؟ إذا 2n+1 شو بيساوي؟ هي الكتاب بدي اكتبها بشكل نظامي لأنه عليه كله عليه توزيع علامات لحساب الوسيط. 9 بدي احسب الN، نجهل لطرف بالمعالم لطرف، رح يطلع معي 4. 4 مو يعني هي M، انتبه على هذا الموضوع. الوسيط قصدي اللي هو رمزه M، تمام؟ الوسيط هو عبارة عن n+1. n هي 4، تمام؟ زائد 1 يعني شو هي؟ 5، تمام؟ هي 5، معناتها المفردة الخامسة. مين؟ بنبلش من هون: 1 2 3 4 5، معناتها من هو الوسيط؟ 12. هيك بحسب الوسيط إذا كان عندي العدد فردي، تمام؟ سهلة ولا صعبة؟ إذا كان عندي العدد فردي بهيدي الطريقة أنا بحسب الوسيط. هلا في طريقة أنا كنت استخدمها أيام ما كنت أنا طالبة بالمدرسة، تمام؟ هي فيكم تحسبوها هيك على مسودة. إذا أنا عندي فردي دائما ببلش بروح هي مع هي، بروح هي مع هي، هي مع هي، هي مع هي، مين ضل لي؟ 12. معناتها هذا هو الوسيط. بس طبعا نحن بالامتحان بدي اكتب هيدي الكتابة لأنه عليها علامات، تمام؟ طيب إذا كان عندي عدد فردي هيك بنحل. هلا إذا كان عندي العدد زوجي كيف بحل الوسيط؟ كمان عندي عاطيني مثال، عاطيني عينة، طبعا بدي ارتبها كمان تصاعديا، فرح يطلع عندي 6 7 13 14 15 16. طلع إذا بننتبه هون مرتبين لي إياها من اليسار لليمين، هون من اليمين لليسار، ما بتفرق، فيكم ترتبوها كيف ما بدكم، تمام؟ بس متعلمين نحن بالإنجليزي هون هيك عم نكتب من اليسار لليمين. طيب هون بنعد 1 2 3 4 5 6. 6 عدد زوجي، فمعناتها مين بختار؟ 2n. 2n يساوي 6. n هي 6 على 2 يساوي 3، تمام؟ هي هذا الوسيط؟ لا،
n زائد 1 شو هو 4. هل هو الوسيط؟ كمان لا. ننتبه، هون عندي المفردة الثالثة والرابعة، إذا كان عندي العدد الزوجي بجمع بيناتهم وبقسم على 2. مين المفردة الثالثة؟ 13. مين المفردة الرابعة؟ 14. معناتها شو بيكون الوسيط؟ هو 13 زائد 14 على 2. رح يطلع معي الجواب 13.5. تمام؟ فكمان كنت أنا كيف كنت حلها؟ بروح هاي مع هاي، بروح هاي مع هاي، أكيد ما رح روح هدول مع بعض، اللي بيضلوا بجمعهم مع بعض وبقسم على 2. هيك تعمل. تمام؟ هيك بنكون نحنا حسبنا الوسيط إذا كان عندي عدد زوجي وإذا كان عندي عدد فردي. طيب، عندي أنا كمان إذا عندي جدول تكراري، تمام؟ فكيف كمان بدي أحسب الوسيط؟ كمان هذا كتير مهم، وإذا بننتبه هون ما عندي غير مثال عليه وحيد، فأحيانا الطلاب بتنساه أو مثلا ما بتحل أو ما بتدقق عليه. كمان مهم، ممكن يجي سؤال امتحان أو ممكن يجي سؤال اختار إجابة. فعندي هون أنا جدول تكراري بيمثل درجات الطلاب. أوكي، درجات الطلاب عندي الدرجة هي 37، أخذوا 4 طلاب 37، 3 طلاب 46 وهكذا. الدرجة العظمى هي 50. أهم شيء شو قلنا؟ قلنا بدنا نرتب تصاعديا. ما برتب تصاعديا اللي هي مين؟ برتب تصاعديا اللي هي الدرجات، لأنه نحن بنمثل الدرجات. أوكي، بلش 37 أكيد مو 46، 39 40 ل 49. أوكي، هدول الأعداد ما بتتغيروا. كيف يعني ما بيتغيروا؟ يعني 37 4 وخلص تحت 4، 39 وينها؟ 3 تحت 3. تمام، ما إلي علاقة يعني بدي انتبه هدول الأعداد مرتبطين بهدول، ومحل ما بصف هدول بده يصفوا تحتهم عدد الطلاب. اوكي، بنتبه على هذا الموضوع. بعدين بعد ما رتبت تصاعديا، هلا رح بلش شيء اسمه لمعرفة الوسيط جدول تراكمي. هذا جدول تراكمي كيف يعني؟ طلاب عندي أنا 37 هن 4 طلاب خلصنا منه، عندي 39 هن 3 طلاب. تراكمي وكل شيء بجمعه مع كل شيء قبله، يعني هن كانوا 3 طلاب وقبلهم كانوا 4، شو بصيروا؟ 7. تمام؟ طيب 40 هن قد ايه؟ 4. وشو كان في قبلهم؟ قبلهم بكل شيء كانوا 7. 7 و4 11، بحط 11. ننتبه على هذا الموضوع. هون 41 كانوا 11 و3 بصيروا 14. نفس الفكرة هون 42 كانوا 2 و14 16، هيك لوصل عندي أنا 26 طالب. تمام؟ إذا الجدول التراكمي كتير مهم، هي الطريقة بدنا نعتمدها إذا عندي جدول. بعد أنا ما خلصت من جدول التراكمي اللي كتبته، هلا بدي أعرف هدول العدد طلاب زوجي ولا فردي. 26 يعني زوجي، يعني 2n. 2n يساوي 26. الn طلع معي 13. الn طلع معي 13. الn زائد 1 شو هي؟ 14. اوكي، فالمفردة تمام هي شو بتكون؟ الوسيط هو بين هالمفردتين 13 و 14. طيب المفردتين 13 و 14 هن وين موجودين؟ وينهم؟ انتبهوا لعندي، لعند ال 40 هون كان عندي 11، لعند ال 41 14. يعني ال 41 بتضمن مين؟ كل شيء بعد ال 11، يعني 12 و 13 و 14 موجودين هون. تمام؟ معناتها من هو الوسيط؟ 41. كتير مهمة طلاب، كتير في طلاب بتخربط فيها. يعني اعتبروا لو طلع معي مثلا الجواب أنا مثلا 17 18، وين موجودين 17 18؟ طلع هون في 16، هون 21. كل شيء بعد 16 عند ال 21 هم موجودين تحت عند 43. يعني هون في 17 و18 و19 و20 و21. معناتها وين موجودة 18 و17؟ موجودة بال 43. هلا لو طلع عندي عدد فردي نفس الفكرة. الفردي أنا عندي المفردة الأساسية اللي هي n زائد 1. يعني اعتبروا مثلا أنا طلعت معي طلع هذا فردي طلع n 13، معناتها الوسيط هو المفردة رقم 14. أيضا المفردة رقم 14 اللي هي بال 41. تمام طلاب؟ شوي أحيانا الطلاب رح تستغربها بداية، بس هي مانا صعبة. أوكي؟
طيب عندي المدى طلاب هي الفرق بين أكبر مفردة وأصغرها. يعني مثلا إذا بدي أحل بهذا الجدول، مين أكبر مفردة؟ 26، عفوا بالدرجات 49. مين أصغر مفردة؟ 37. 49 ناقص 37 رح يطلع معي 12. أوكي. طيب هيك بنكون نحن أخذنا الوسيط كيف بنحله والمدى. هلا المتوسط رح أعمل له تذكرة، نحن أخذينه كمان بالصفوف السابقة. كيف بدي أحل المتوسط؟ اعتبروا عندي هذا المثال اللي أنا طبعا برتب تصاعديا، يعني أنا بجمعهم، تمام، بجمع المفردات على عددهم، هذا هو المتوسط. أوكي. هلا رح بلش بالرباعيات. عندي الرباعيات، عندي رباع أول رمزه Q1، الرباع الثاني رمزه Q2، الرباع الثالث رمزه Q الثالث 3. الرباع الأول، الرباع الثاني، الرباع الثالث. الرباع الثاني طلاب هو الوسيط نفسه. يعني كيف بحسب الوسيط؟ بحسب الرباع الثاني. تمام. فتعالوا نبلش أنا وياكم بإيجاد الرباعيات بالمثال الموجود معي هون. طبعا أول شغلة إذا شو قلنا؟ بدنا نرتب تصاعديا. 5 6 7 8 10 11 12 14. اوكي. بدي اوجد اول شي كيو 2. دوما تعلموا هذا الشيء اللي هي مثل الوسيط. شو بدنا نعمل؟ تعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 عدد زوجي، يعني 2 n يساوي 8، يعني n يساوي 4، n زائد 1 يساوي 5، يعني هي المفردة الرابعة والخامسة بجمعهم مع بعض بقسمهم على 2. صح؟ وين المفردة الرابعة؟ 1 2 3 4 5، يعني 8 زائد 10 على 2 رح يطلع معي الجواب 9. هي Q2. هلا مين بدي؟ Q1. طلاب انتبه لهون، هذا عدد شو؟ زوجي، يعني بدي قسمهم بالنص. تمام. يعني 4 ب4. تمام. فأول 4 للQ1، آخر 4 للQ3. فبرجع بجيب للQ1 مثل كأنه جبنا مثال جديد، عين جديدة لحالها. كيف بحسبها للQ1؟ مثل تماما ما بحسب الوسيط. 2n بيساوي 4. تمام. n بيساوي 2، معناتها n زائد 1 هي 3، معناتها الQ1 هي المفردة الثانية والثالثة، يعني 6 زائد 7 على 2. شو بيطلع معي الجواب؟ 6.5. اوكي. ما عم تكتب معي هون. تمام. هي كيو شو؟ 1. الكيو 2 3 عفوا، كيو 3 نفس الفكرة لهدول اللي هنن مين؟ كمان 2n يساوي 4، يعني n بيساوي 2، يعني n زائد 1 هي 3، يعني المفردة الثالثة والرابعة. شو رح يطلع عندي؟ 11 زائد 12 على 2 اللي هي 11.5. تمام طلاب؟ إذا هيك نحن بنحل الربيعيات. هلا إذا كان عندي أنا عدد فردي، أوكي، فكيف بنحلوا؟ إذا عندي عدد فردي، مثلا مثال رح أعطي. على التعيين 1 2 3 4 5 مثلا 6 1 2 3 4 5 6 7 مثلا عدد فردي. تمام. هي 2n زائد 1 يساوي 7، 2n يساوي 6، n يساوي 3. هيدي مين؟ Q2. المفردة مين؟ الرابعة. صح؟ 2 3 4 يعني 8. الQ1 مين باخدها؟ ركزوا معي. ال8 هي اللي طلعت معي، هون ما بقسم على 2، هون بشيل الوسيط اللي طلع معي 8، كل شي قبله
هو للكيو 1 وكل شي بعده هو لمين؟ للكيو 3. فهمنا كيف؟ معناتها كمان مثل كأنه عم ناخد مفردة جديدة يلي هي هون عدد فردي. ننتبه على هذا الموضوع. كيف بتصير؟ هو 2. نفس الفكرة للكيو 3. مين المفرد اللي إله؟ 8 9 13. يعني كمان الكيو 3 هو مين؟ 9. هيك بنكون حلينا الرباعيات إذا كان عندي عدد فردي وإذا كان عندي عدد زوجي. تمام. طبعا هيك بنكون نحن خلصنا الدرس. إذا عندكم استفسار اكتبوا لي بالتعليقات. بتمنى تشتركوا بالقناة وتكونوا فهمتوا الدرس. يعطيكم ألف عافية. هيك نحن بنكون خلصنا كتاب الجبر الصف التاسع وخلصنا فيديوهات كتاب الهندسة. بتمنى تكونوا استفدتوا. يلا باي.